الراجل كان ماشي في الشارع وهو حزين، قابل واحد متشرد ومن طيبته اداله شوية فلوس. المتشرد سأله فجأة لو عنده مشاكل. الراجل حكى له إنه أخيراً لقى بنت يحبها، لكنه خسر شغله وصاحبته عايزة تسيبه، وكمان موبايله وقع في المية واتبوظ وهو ماشي جنب النيل. المتشرد طلب يشوف الموبايل ولوح بإيده فوقه وهزه شوية. فجأة الموبايل اشتغل. في اللحظة دي المتشرد اختفى، والموبايل جاله رسالة بتقول إن فازة أثرية اتلقيت في بيت قديم. العنوان طلع نفس عنوان بيته والتاريخ بعد يوم، لكن اللي ظاهر في الصورة كان شخص تاني. بعدها صاحبته بعتت له رسالة، فراح بيتها بسرعة. عرف إن أمها عليها دين 300,000 دولار. صاحبته قالت له إنها هتتجوزه لو باع البيت وسدد الدين. الراجل كان على وشك يوقع، لكنه لاحظ إن الشخص اللي قاعد على الكنبة هو نفس الشخص اللي شافه في الصورة، فرفض يوقع وقال إنه هيجيب الفلوس بنفسه. رجع البيت ودور ولقي الفازة وباعها ب300,000 دولار. وهو رايح يدي الفلوس لصاحبته، الموبايل بعت رسالة بتقول إن العملة الرقمية اللي كانت نازلة هتطلع بكرة، لكنه قرر يسدد الدين الأول. بعدها شاف صاحبته بتركب عربية فخمة مع وريث غني سخر منه وقال له إنه فقير، واتفقوا على رهان. لو الراجل قدر يطلع 5 مليون دولار في 3 أيام، الوريث هيديله 5 مليون كمان. الموبايل بعت رسالة جديدة بتحذر من انهيار مبنى وموت المسؤول عنه. الراجل حاول يمنع المسؤول ويوضح له ومحدش صدقه، لكنه ضيع وقت كفاية. أول ما المسؤول وصل، المبنى انهار فعلا، ففهم إن الراجل أنقذه. شكرا له اداه 10 مليون دولار. الراجل قرر يستثمر الفلوس في العملات الرقمية، وكان ناوي يخلي الوريث الغني وصاحبته السابقة يدفعوا الثمن.